أعزائي المشاهدين، دوما يتجدد اللقاء على قناة مريم الكرمي. اليوم نلتقي وحلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة، نرجو أن تنال إعجابكم. اليهودي ينكر البيع. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم قعود أي جمل من يهودي، فأنكر اليهودي البيع وادعى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطه ثمن الجمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعطيتك ثمن الجمل. فقال اليهودي: لم تعطيني، فأتني بشهود. ولم يكن أحد من الصحابة شاهد على البيع والشراء، فقال الصحابي خزيمة بن ثابت: أنا رأيتك يا رسول الله وأنت تعطيه ثمن الجمل. فسكت اليهودي وذهب ولم يحاجج بعدها. وبعد يومين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي خزيمة، فقال له: يا خزيمة، أنا بعت واشتريت مع اليهودي ووفيته حقه ولم يكن أحد موجود، فكيف تشهد بأني أعطيته ثمن القعود وأنت لم تكن حاضرا؟ قال خزيمة: يا رسول الله، أصدقك في خبر السماء وكل ما جئت به، وأكذبك في بضع دراهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. فأصبح خزيمة شهادته برجلين، ويلقب بذو الشهادتين. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم.